فتلاقي نفسك في طريقك وأنت شغال وبتكسب فلوس أنت بتتعلم حاجات جديدة، محتاج أتعلم موشن وأتعلم بلندر وأروح أتعلم مونتاج هنا بريمير وأتعلم ترجمة على دافنشي وأتعلم هندسة الصوت وأتعلم ده كله عشان أبتدي أقدم على شغلانة. فأنت مين قالك إن أنت محتاج إنك تتعلم ده كله عشان تبدأ؟ بس أنت حرفيا كده بتضيع نفسك وبتضيع وقتك يعني. انا مؤمن جدا ان الحاجه اللي انا ما اقدرش اجيب بيها فلوس فما تستاهلش ان انا اضيع وقت فيها. بمعنى ان انا دلوقتي ماشي في كورس معين، فانا بعد فتره هزهق ليه، مش شايف مردود، حاسس ان انا بتعلم بس مش حاسس ان انا هستفيد بده في حاجه. فخلي الحلقه دي تكون كده مرجع ليك ان انت ترجع لها كل فتره وتشوف انت وصلت لحد فين، بحيث ان احنا نقدر نحط قاعده كده امتى نبتدي نقدر نجيب فلوس من المونتاج او من الفيديو. خلينا واضحين، انا مش جاي النهارده اقول لك ان البحر طحينه وان الدنيا سهله وانك هتجيب فلوس من اول ما تبتدي تتعلم. طبعا زي اي مجال، وللاسف في الزمن ده احنا دلوقتي بقى في منافسه كبيره جدا، وفي كل يوم ناس كتيره شاطره بتظهر في المجال والساحه بتاعه الشغل. فعشان خاطر تبدا ان انت تقول انا مونتير واقدر ان انا اخد حتى لو مشاريع قليله او بفلوس قليله، فعلى الاقل تكون خلصت البيزكس بتاعه الفيديو اديتنج، وهي ان انا بعرف اقطع كويس. وبقطع كويس دي مش ان انا بعرف استخدم التول، لا، انا بعرف ان انا امتى احط القطايه ازاي. من الاخر ان انت اول حاجه تقطع في المونتاج ازاي تعرف تقطع صح، زي مثلا اقطع من مشهد لمشهد مع واحد بيتحرك مع حركه معينه او مع كلمه معينه او مع عنصر معين جوه الشاشه. دي كلها حاجات بتساعد ان انت تطلع مجرد قطات بس بشكل احترافي، ودي اول حاجه بنتعلمها اصلا في المونتاج. تاني حاجه لازم يكون عندك علم بحاجه اسمها الساوند ديزاين. انت حتى لو شغلك ما فيهوش افكتات تقيله قوي، ما بتعرفش تتحرك وما بتعرفش تعمل حاجات كتير قوي في المونتاج، فانت مهم جدا يكون عندك على الاقل رؤيه فنيه كده، ودنك تسمع كويس وانت شغال. يعني من الاخر ما ينفعش اسلمك فيديو الصوت النويز فيه عالي، صوت الدوشه فيه عالي مثلا. دي حاجات اقدر اعالجها عن طريق الحلقتين اللي احنا اتكلمنا فيهم قبل كده في هندسه الصوت او تعديل الصوت. طيب هل ده اللي انا اقصده بالساوند ديزاين؟ لا، دي بس كانت الفرشه. لكن الساوند ديزاين الحقيقي هو ان انا كل عنصر او كل قطايه او كل حركه تكست هيظهر، حركه كاميرا، كل حاجه بالنسبه لي ابقى سامعها وعايشها. يعني انا مثلا ما ينفعش انت تخش لي زوم ان وزوم اوت كده بدون ما احس ان انت عملت لي مثلا صوت اللي هو على الاقل البيزك قوي، صوت الوش ده اللي هو بيدي صوت كده وانا داخل وانا طالع من المشهد. حاجات زي دي مثلا هطلع تكست هنا، مثلا هطلع تكست هنا فيبتدي يظهر قدامي مثلا، او اسمع مع ظهور التكست ده الصوت ساوند افكت ليه بيظهر وبيختفي الصوت، الان والاوت بتاعه. بنقل من مشاهد كتير بقى وهشتغل على حاجه فيها شويه لعب في الفيجوالز وقطات كتير، فانا عايز مثلا احط الموسيقى او الموسيقى اللي انا بستخدمها تكون خادمه ده، ان يكون في بيت، في صوت ضربات كده في الموسيقى وانا عمال اقطع بمشاهد كتير. فده كله من الحاجات اللي انت اساسي تكون عارفها حتى كمبتدئ، وفي فيديوهات كتير واحنا ممكن نشرح ده في المستقبل، حاجات كتير بتعرفك ازاي تعمل ده. فاحنا قلنا اول حاجه تكون انت بتعرف تقط كويس، بتعرف ان انت تعمل ساوند ديزاين كويس، واخر حاجه تكون بتعرف تكتب كويس. ودي مش حاجه بسيطه جدا، دي حاجه من الحاجات اللي بتفرق جدا، ومن اول نظره العميل بيشوفها بيقدر يعرف اذا كنت انت مونتير شاطر ولا لا. انت من الاخر عرفت تكتب على الشاشه كويس، عرفت تضيف تكست وتعمل احجام منه، خطوط معينه باشكال معينه، تعرف تظبط الابعاد بتاعتهم بشكل مزعج ولا مريح بصريا، وحسستني ان انت فنان قاعد بتكتب، او من الاخر انت ديزاينر قاعد بتعمل الفيديو ده. فدي كلها حاجات لازم تتعلمها، او يمكن دول اهم 3 حاجات بالنسبه لي لازم تتعلمها في البدايه. طبعا الساوند ديزاين بالنسبه لي يشمل ان انت تعرف تختار موسيقى مناسبه للفيديو بتاعك او المحتوى اللي انت عايز تقدمه. وده برضو بيفرق في فكره ان انا لو عايز اوصل معلومه معينه بشكل معين، فانا ما ينفعش ان انا مثلا افور قوي في الساوند افكتس اللي بحطها، ولا احط ساوند افكتس مثلا فاني وحاجات فانكي وانا اصلا بتكلم في حاجه جد مثلا، او عايز فيديو شكله يبقى شيك كده. كل حاجه في الاول في الاخر من ال3 حاجات اللي انا قلت عليهم دول بتعتمد عليك انت كفنان او مونتير قاعد شغال، انت تعمل فيديو حلو ومريح بصريا ومتجانس كده، الفيديو نفسه ماشي مع بعضه وما تحسش ان فيه حاجه شاذه كده من الفيديو، وان انت تكون بس بتضيف افكتات وبتضيف تكست وبتضيف اي حاجات كده دوشه وتلاقي فيه مهرجان موجود في الفيديو بتاعك. فانت لو عرفت توصل للمرحله دي حتى لو انت مبتدئ او لسه داخل المجال من شهر شهرين، فانت حقك ساعتها ان انت تبتدي تعمل مشاريع وتضيفها عندك في البورتفوليو وتروح تقدم على شغلانات. وبالعكس هتكون اتاخرت جدا لو ما عملتش ده كمان من اول شهر او شهرين. فانا عايزك من اول ما تشوف الفيديو ده والفتره الجايه تبتدي ان انت تركز على مواقع العمل الحر. عندك اب وورك فريلانس في المحتوى الاجنبي، وعندك مستقل وخمسات من المحتوى العربي، وتقدر ان انت تشوف لهم اي فيديوهات على اليوتيوب، او ممكن ان احنا نبقى نعمل سيشن او فيديوهات بعد كده نتكلم فيهم بشكل مفصل شويه، ازاي تخش تعمل اكونت، ازاي تضيف الحاجه بتاعتك، ازاي تضيف الخدمه او تقدم على خدمه. فدي كلها حاجات لازم تبدا تتعلمها وتركز فيها من دلوقتي بالتوازي مع انك بتقوي مهاراتك في الفيديو إيديت. وخلي بالكم برضو ان كل الحاجات اللي انا قلتها دي ممكن تتعلمها في يوم واحد. مجرد انت تخش تسريش فيديو نص ساعه هنا على فيديو نص ساعه هنا على فيديو نص ساعه هنا، تبتدي ان انت خلاص خدت فكره، تبتدي تطبق على فيديوهين 3، خلاص انت بقيت عينك واخده على الموضوع. وحاجه كمان مهمه جدا، محتاج ان انت تعمل تغذيه بصريه
بشكل مستمر. فأنا حتى عندي التايم لاين والريلز اللي بتظهر لي على السوشيال ميديا أنا متحكم إن هي تظهر لي من ناس هم عبارة عن فيديو إيديتورز تانيين أو حد ليه علاقة بالمجال بتاعنا بينزل فيديوهات حلوة أنا حابب إن أنا أشوفها، بحيث إن أنا حتى الوقت اللي أنا بقضيه على السوشيال ميديا يكون إن أنا بقلب في فيديوهات بتفيدني بصريا، إن أنا لما أجي أشتغل بعد كده ده في فكرة شفتها في فيديو معين أو في شكل مونتاج معين شفته وعجبني ممكن إن أنا أستخدمه. فصدقوني الدنيا مش صعبة وهي برضه مش وردي أنت تخش اتعلمت قطتين 3 واخش أعمل مونتاج، لكن هي برضه مش صعبة ومش مستحيلة. ولإني باشوف ناس بيتكلموا معايا وطلبة كده إن إحنا لأ أنا محتاج أتعلم موشن وأتعلم بلندر وأروح أتعلم مونتاج هنا بريمير وأتعلم ترجمة على دافنشي وأتعلم هندسة الصوت وأتعلم 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 ده كله عشان أبتدي أقدم على شغلانة. فأنت مين قال لك إن أنت محتاج إنك تتعلم ده كله عشان تبدأ بس؟ أنت حرفيًا كده بتضيّع نفسك وبتضيّع وقتك. يعني الحاجات دي كلها مفيدة، مش هاقول لك إن هي مش مفيدة، بالعكس هي مفيدة جدًا وهتتقل وزنك في السوق أكتر وأكتر، لكن طول ما أنت ما بتطلّعش مشاريع فعلية وما بتشتغلش مع عُملا فدي خبرة تانية مهمة جدًا ولا تقل أهمية عن خبرتك ومهارتك في استخدام الأدوات اللي أنت قُلت عليها دي كلها. فأنا لازم عشان أقدر إن أنا أبتدي أشتغل في المجال ده يكون عندي على الأقل basics أقدر إن أنا بعد كده أتعامل مع عُملا اللي هم طالبين شغل مونتاج مش تقيل وفلوسهم ممكن مش كتير، لكن بس ده هيفيدني في إن أنا أتقِّل عندي الportfolio بمشاريع حقيقية، وآخد خبرة في إزاي أتفاوض مع العميل على سعر، إزاي أقدر أفهم متطلبات العميل، إزاي أتعامل مع التعديلات، إزاي أتعامل مع حاجات كتير جدًا، ودي كلها حاجات مهمة جدًا عشان على الأقل لمّا بعد كده تتعلم كل البرامج اللي أنت already هتتعلمها بالشغل، فهتلاقي نفسك في طريقك وأنت شغال وبتكسب فلوس أنت بتتعلم حاجات جديدة. ده بالنسبة لي أحسن كتير من إن أنا أضيّع مجهود ووقت كبير جدًا إن أنا عمّال أتعلّم بس في مهارات هي كلّها مهمة وحلوة جدًا، لكن على الجانب الآخر أنا ضيّعت وقت كتير وفلوس كتير كان ممكن إن هي تخُش لي من إن أنا اتعلّمت بس basic وابتدي إن أنا أشتغل. أتمنى تكونوا بجد فهمتوا اللي أنا عايز أوصّله أو فهمتوا الفكرة العامة اللي أنا عايز أقولها، إن أنت ما تأخّرش نَفْسك، ابتدي وقدّم على شُغل وابتدي واشتغل فعلًا. ولو عايزين إن شاء الله نخُش الفترة الجاية إن إحنا نعمل زي playlist كده أو سلسلة لوحدها بتتكلّم في العمل الحُر وإزاي أجيب شُغل من الإنترنت وإزاي أتعامل مع العميل والتفاصيل دي كلّها، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. أشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.